الشرفاء أعضاء مؤتمر مصر. أنا طبعا مش هقدر أضيف على كلام الأستاذ بهاء أو الأخت العزيزة الدكتورة كريمة، لكن أنا عايز أبص من منظور هو نفس المنظور. يعني 25 يناير أساسا هي ثورة اجتماعية، الثورة دي الشعب قام ليه؟ قام ضد فيه كان مجتمع نص في المية، لا يزيد عن نص في المية. هو ما عندوش مشاكل، يعني احنا عندنا مشكلة تعليم، هو ما عندوش مشكلة تعليم. احنا عندنا مشكلة تلوث مياه، هو ما عندوش. احنا عندنا مشكلة صحة، هو ما عندوش. وبالتالي طبعا موارد الدولة عشان تخدم نص في المية ما انتش محتاج الموارد الكبيرة علشان تبقى تعمل دولة فعلا لتحقيق العدالة الاجتماعية. فهي العدالة الاجتماعية إذا كانت لازم تقوم وهي توزيع الثروة، فإحنا النهاردة لازم يبقى جنبيها الكفاية في الإنتاج، وده اللي هي خطة التنمية اللي طبعا المؤتمر هيتكلم عليها بعد كده. وهو أهم شيء النهاردة إقامة مجتمع 100%، مش مجتمع نص في المية. والنهارده كل اللي موجود وكل النهارده سنة على قيام ثورة 25 يناير المجيدة، هل إرادة الثورة هي التي تسود الآن ولا لسه إرادة الثورة المضادة هي التي تتحدث؟ إرادة الثورة المضادة هي اللي بتملك جميع الإمكانيات لتحسين نفسها. هل إحنا النهاردة الثورة قدرت تفرض إرادتها؟ هل إحنا النهاردة الثورة شعاراتها اللي طلعت بيها من عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية، هل قدرت تفرض إرادتها؟ طبعا ده لغاية النهاردة ما حصلش. يعني حتى الناس اللي بتقول بنحتفل بعيد الثورة، لا، احنا بنحتفل بمرور عام على الثورة، ولازم هذا الاحتفال يكون تأكيد أن الثورة تظل مستمرة حتى تفرض إرادة الشعب اللي قام بالثورة. النهارده لما بنتكلم عن الحرية كما أشار الأستاذ بهاء والأخت الدكتورة كريمة، في محور مهم جدا لازم ده أساسي. احنا برضو من ضمن الأشياء اللي بنعاني منها إن السادات ادى 99% من الأوراق لأمريكا. احنا لازم تبقى 100% من الأوراق في إيد مصر، مش في إيد حد تاني. احنا طول عمرنا أمة تريد السلام، بس السلام القائم على العدل. لكن ما مارسه حكامنا السابقين من تبعية كاملة لأمريكا ووصف العدو الصهيوني لمبارك بالكنز الاستراتيجي لإسرائيل هو مهانة لا يمكن أن تستمر بعد ثورة 25 يناير. ثورة 25 يناير هي ثورة سلام قائم على العدل. ولهذا عندما يكون السلام خيار استراتيجي وحيد فلا يمكن إلا إذا كان قائم على العدل. إذا كان مرهون بالتبعية لأمريكا ومن ثم إسرائيل فهو يتعارض مع استقلالنا الوطني الذي هو هدف أساسي لثورة 25 يناير. وأرجو يعني من هذا المنطلق، يعني من كلام الأستاذ بهاء والدكتورة كريمة وحتى الجلسة اللي قبل كده، فأنا شايف هذا المحور اللي هو الاستقلال الوطني لا يقل أهمية عن جميع المحاور التي تطرحها هذه الندوة. لأن استقلال التابع، يعني النهارده سمعت كلام أنا يعني كنت هموت من الضحك لما وزيرة الاقتصاد بتقول إن البنك الدولي ادانا 3 مليار بدون شروط. ما هو الشروط قايلها من 20 سنة ولا من 30 سنة واحنا عارفينها الشروط. المرة دي ما قالش، يعني ويمكن ما عادش الشروط اللي قالها، لكن معروفة ومكتوبة ماضيين عليها. ف لازم نشوف ثرواتنا ونشوف إمكانياتنا وترجع مصر تاني مجتمع 100%
ولازم الثورة تنتصر لفرض إرادة المجتمع، مجتمع 100% ضد مجتمع النص في المية اللي قاعد بيدخر يعني قاعد كل قواه، وقاعد يعني جميع قواه موجودة معاه، فلوسه موجودة معاه، أتباعه موجودين معاه، أمريكا وإسرائيل شغالين لحسابه. واحنا شايفين النشاط الأمريكي في المنطقة، مفيش مورش أسبوعين 3 اللي بتلاقي مسؤول رفيع المستوى، سواء مسؤول لابس الزي العسكري أو مسؤول لابس مسؤول مدني من وزير الخارجية. يعني هذا الموضوع، لأن أنا متأكد صورة جمال عبد الناصر اللي اترفعت في الميدان حددت موقف مصر من الصراع العربي الإسرائيلي، وحددت موقف مصر من التبعية. أخيراً يجب أن نعلن أن الثورة مستمرة وستظل مستمرة حتى تتحقق جميع أهدافها، ويجب أن تكون وحدة الهدف شيء أساسي قبل وحدة الصف. النهاردة في ناس بتتكلم كتير عن وحدة الصف. طب وحدة الصف من أجل أي هدف؟ هل نقبل وحدة الصف ضد مصالح الشعب؟ هل نقبل وحدة الصف لتمكين أعداء الثورة منا؟ الشعب المصري تجمع لهدف كبير لخصه في عيش، حرية، كرامة إنسانية، وعدالة اجتماعية، وده طبعا يضمنه أكيد الاستقلال الوطني. ولهذا الثورة مستمرة وستكون مستمرة. احنا مش عايزين يحصل في ثورة 25 يناير زي ما حصل في انتفاضة 18 و 19 يناير. لازم الثورة الدردة تفضل مستمرة حتى يفرض الشعب إرادته التي هي من إرادة الله عز وجل. وشكرا. شكرا يا باشمهندس عبد الحكيم على هذه الإطلالة الجميلة. أنا بس عندي إشكالية بقى دلوقتي، إن أنا عندي ربع ساعة.